السلام عليكم لكل متابعين قناتي. يا رب دايما تبقوا بخير. دايما احب ابدا الفيديو بتاعي بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده اقدم لكم فكره كويسه، بس قبل ما اقدم الفكره بتاعتي لازم أنا اشكر متابعين قناتي الجبارين. دايما ما بقولش عليهم، دايما اقول متابعين قناتي الجبارين، لانهم ما شاء الله عليهم سواء بنات او ستات بيوت ممتازين جدا جدا، وما بيفوتهمش فيديو من اللي انا بقدمه، ودايما بيدعموا القناة بتاعتي. طبعا الشكر ليكم. واي كلام حلو في الدنيا يتقال لكم. النهارده انا هعمل فيديو ان شاء الله يعجبكم. بس النهارده الفيديو بتاعي بقى يعني في حتت جاهزة كده، يعني مش كله. يعني بصوا، ده انا هشرحها بقى وانا بشتغل. ده برواز كان عندي، تمام. ممكن تشتريه، او لو برواز عندك قديم ممكن نستغله، صح؟ طيب هنعمل ايه؟ ده البرواز لوحده اهو، انا هشيله بس انا كنت حاطاه عشان اوريهولكم. انا هعمل رسمة هنا او اية قرآنية على الشكل ده. طبعا احنا دايما عندنا اللي احنا بنستخدم قماش. القماش ده بتاع قماش الجوخ او اللبات في الدول، في الجزيرة والعراق. بستخدمه، بجيبه دايما، انا بستخدمه في شغلي، او اي قماش يكون جامد شوية ما يكونش طري عشان اقدر اقصه. تمام. انا هعمل، شايفين الكلمة اللي انا هكتبها النهاردة؟ انا عملت آية قرآنية اهي كده. قل اعوذ برب الفلق. تمام. انا عامله كذا واحده تانية برضو، بس دي انا هقول لكم بقى الطريقه. انا عملت جزء منها وسايبه الجزء التاني عشان اكمله معاكم. شايفين اهي كده. طيب دي انا عاملها ده كله قماش، اللي انا ما استخدمتش حاجه صعبه ولا حاجه من بره. انا جبت القماش بتاعي ده. طب أنا الايه دي هجيبها ازاي؟ انا ممكن اجيب اي ايه عندي، او اي صوره او اي رسمه انا عايزاها زي ما انا عايزه، وهجيبها ممكن انزلها من عندي من على الموبايل. انزل الصوره دي واروح اطبعها بره. او لو انا عندي نتيجه، كلنا طبعا عندنا نتائج في البيت بتاعت السنوات الجديده. ممكن تلاقي النتيجه دي نتيجه اهي. ممكن تلاقي النتيجة عليها آية قرآنية كده مثلا شكلها حلو، أو ممكن تكون عندي صورة عليها آية قرآنية كده مثلا برضو. أو لو دي أو دي صعبة عليا، ممكن أو مش عندي، ممكن أنزلها عن طريق الموبايل بتاعي. أكتب مثلا تصميمات لآيات قرآنية، أو تصميمات لصور أطفال، أو أي حاجة من الحاجات دي زي ما أنا عايزة. وهبدأ أجيب ورقة شفاف وأشف الآية دي، عشان طبعا أنا هتبقى صعبة عليا إن أنا أرسمها أو أكتبها. هقوم شفاها، وبعد ما اشفها من هنا ورق شفاف سادة، هشفها واقوم جايبه الورقه بتاعتي، سوري القماشه بتاعتي. وهبدا اجيب الكربون. كلنا عارفين الكربون اللي هو بيطبع هنا كده. وهقوم جايه حاطه الكربون وحاطه الرسمه، وابدا اضغط من هنا كده على على الرسمه بتاعتي. هتبدا تظهر لي هنا. بعد ما تظهر هقوم بقى طبعا ماسكه المقص وابدا اقص الرسمه بتاعتي دي. تمام. زي ما انا قصيتها هنا كده اهي، زي كده هتطلع لي كده الشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو. ده قماش الجوخ بتاعي. طيب انا هعمل ايه بعد انا ما قصيتها؟ اهي مقصوصه اهي. قصيتها بس يعني اقصها كويس بس عشان تطلع مظبوطه معايا. بعد ما انا قصيتها. انا عندي طبعا النتائج. كلنا زي ما قلت لكم عندنا نتائج في البيت. اجيب النتيجه بتاعتي، وبعدين هشيل دي، يكون النتيجة قديمة مثلا او في بلوك عندي قديم، هشيل ده واستخدم النتيجة. هجيب القماش برضو بتاعي ده، ممكن اجيب قماش خفيف شوية بقى بدل قماش اللباد او الجوخ، هجيب قماش تاني. وهقوم جاية مقفلة بيه هقفل بيه هنا. انا بشوف لكم، احاول اشوف لكم قماش، اي قماش بقى. انا ممكن اجيبه اهو مثلا، بس ده قماش الجوخ بتاعي. هقوم جايبه القماش كده ده بتاعي، وهقوم مقفله بيه النتيجه. يعني هفرده كده وهقوم اقفل بيه النتيجة بتاعتي كده. هقص بقى واقوم جايه مقفلاها على قد النتيجة بتاعتي. هقوم جايه مقفلة القماشة وهسيبها. هتطلع لي طبعا بالشكل ده. شيل بس ده ثواني كده. هتبقى كده، هتطلع كده. اهي دي اصلا النتيجة اهي، دي نتيجة قديمة. تمام. هقوم جايه جايباها واستخدمها بعد ما قفلت القماش بتاعي. هو شايفين القماش من الاطراف ده القماش اهو، بس ده عشان قماش خفيف شويه فباين فيه الشمع من هنا. بس مش باقي ده، دي كده كده انا مش عايزاه ده يبقى الظهر، انما ده الوش بتاعي نضيف اهو ما فيهوش اي مشكله. وبعدين هجيب بقى الكلام اللي انا قصيته، وهبدا اوزعه هنا في المساحه بتاعتي بقى دي.
انا قصيته، بس انا عملت ايه بعد ما قصيتها؟ ده الالف اهو، شايفين هي دي ديت معلهاش اي شغل. انا هعمل ايه؟ هبدا اجيب، كلنا عارفين الاستراس ده، عفوا معلش عندي دور برد. هجيب هنا هجيب الاستراس ده، وهبدا ايه، اشتغل بقى على الحواف بتاعت الكلمه نفسها. وده سهل زي ما احنا متعودين، نحطها لكم العكس كده عشان يبان. الكلمه كده مثلا، هبدا اجيب بقى مع نهايه الحرف كده، واحط شمع كده بسيط خالص اهو، وهبدأ احط هنا الاستراس بتاعي همشي. فاكرين لما كنا بنعمل بسم الله الرحمن الرحيم، اما كنا بنعمل المفرش، المفارش اللي هي الصغيرة، وكنا بنستخدم الاستراس ده من على الحواف، اهو نفس الحكاية كده اهو. هبدأ اشتغل كده، واحط الاستراس بتاعي كده بالشكل ده اهو كده. تمام، شايفين واضح لكم يا ترى؟ اهي كده. طبعا انا قلت لكم في الاول وفي الاخر بختار الالوان اللي انا عايزاها، بختار الشكل اللي انا عايزاه، ومش صعب عليك ان انت تخشي على الموبايل. كنا ندخل عندنا الموبايلات، هكتب تصميمات مثلا. انا ممكن، انا مش شرط ان انا عملت دي اي قرآنية، انا ممكن اعملها رسوم اطفال. يعني ممكن اجيب اي شكل كده للاطفال، عايزه احطها في اوضه النوم بتاعه الاطفال مثلا. آم، عايزه احطها بقى زي ما انا قلت لكم كده، تبقى شكلها حلو في الاوضه، بره في الاوض الخارجيه عندي بره براحتك، يعني هي زي ما انت عايزاه اهي. امشيها معايا كده بالشكل ده، هتنيني ماشيه على الحواف بتاعتها كده. او لو انا مش عندي نتيجه، طبعا لو انا مش عندي نتيجه استخدمها، استخدم عادي خالص اي كرتونه عاديه. تمام، يعني مش عندي نتيجه استخدم كرتونه كده. وبعدين هقوم جايه قصه بقى الايه، قصه الجزء الزياده ده، شايفين؟ اشيل اي زياده اهو بالشكل ده. شايفين ادى منظر جميل ورائع بصراحه، وبتغيري وبتجددي منظر الطبلات بتاعتك. انا هكمل بقى دي برضو، انا دي عملتها قدامكم اهي برضو هنا اهي. همشي بقى، هي بس الصعوبة للناس المبتدئين في ان انت ايه، هتبداي بس تعملي ده الايطان ده بقدر المستطاع. حاولي تعمليه حاولي تعمليه بحرفية شوية. وطبعا انا مش ناسية والله الناس اللي بيطلبوا مني حاجات، بس سامحوني انا الفترة دي مشغولة ومضغوطة جدا في الشغل بتاعي، فهفضى بس ان شاء الله وهعمل لكم اللي انتوا عايزينه، لان انا عندي شغل تاني بتاعي، فاخلصه ان شاء الله واعمله لكم اللي انتوا عايزينه باذن الله. اهو بكمل عادي، يعني دي لو خلصت ما اقولش ده مثلا مش هعرف اكملها، لا عادي اهي. وميزه ده بقى، ميزه الايطان ده، ان انت بتكملي بيه عادي، يعني بتكملي ما يبانش ان فيه فوارق، اقصد يعني. اهو بصي باتني عادي اهو مع الرسم، مع نهايه الكيرف واقوم حاطه ايدي هنا عشان تبقى مظبوطه، واقوم جايه ضغطه دي عليها كده اهي، زي ما انتم شايفين. اقوم جايه تانيها كده، احط ايدي هنا واتني دي كده اهو. شايفين؟ مع نهاية الحرف ده برضو لو انا هيبقى صعب عليا ان انا اعمل الكيرف ده، بصوا برضو ممكن اقوم جايه اقصها كده كده اهو، وابدأ من جديد اهو، برضو عشان لو في ناس هتبقى صعب عليها الفكرة اهي كده بالشكل ده. تمام كده، هكملها بقى وارجع لكم. تمام كده انا كملتها اهوت خلاص زي ما انتم شايفين.
هبدأ بقى اشيل النتيجة دي اللي انا كنت بشتغل عليها عشان ما بهدلش التانية، واجيب بتاعتي اصلا انا ايه رسمة عليها الرسم. بس انا هعمل ايه بقى، هجيب الاول البرواز بتاعي ده كده واحطه عشان هدخل يبقى التصميم جوه البرواز، علشان ما اعملش مثلا بره شوية تخرج بره عن البرواز. تمام، ادي هاخد كده اهي كده مثلا ده ترتيبها، وهذا الجزء التاني اهي كده. شايفين اهي، شايفينها ازاي؟ شيل بس المقص بالشكل ده. هبدأ بقى المفروض اثبتها، انا اثبتها مش عارفه، انا اثبتها بقى هنا على الطابلو. يعني هبدأ بقى انا ثبتها كده، اثبت دي مظبوط كده تمام الاول ماشي، واحس ان هي متوسطنه مثلا معايا عشان اما اثبتها ما تبص اهو ماشي دي كده، وابدأ الزقها بقى بالشكل ده كده اهو. شايفين اهو. انا هحاول بقى ايه، انا اهم حاجه ان انا الزقها وبعدين ابدأ اثبتها كويس كده بالشكل ده. طبعا انا ممكن برضو ابدل البرواز بتاعي ده باي برواز خشب عادي خالص يعني. هي انا عايزه اقدم لكم الفكره اللي جوه، يعني عايزه اقدم لك الفكره دي. مش شرط ان انا اقدم، مش شرط ان انا اجيب برواز فخم مثلا، او ان انا اعمل لكم برضو ان شاء الله برواز من اعمل لكم برواز ان شاء الله من الكرتون. بس معلش سامحوني يعني كل التقديمات ديت يعني شهر كده ان شاء الله، لاني معلش مضغوطه جدا في الشغل بتاعي باذن الله، وبعدين هنفذ لكم اللي انتوا عايزينه كله. ومعلش سامحوني دي الحاجات اللي هي بتبقى للفيديوهات اللي هي الصور، انا هظبط ان شاء الله الحاجات دي كلها باذن الله. بس ايه قريب باذن الله يعني. لان في ناس بتسالني ليه صور ليه صور من غير صوت. ده بيبقى غصب عني ساعات، لان ممكن يكون النت انا عندي ضعيف فما بيقدرش يحمل الصور بصوت. فبيبقى اسهل لي ان انا انزل لكم فيديو بدل ما نقعد ما ننزلش فيديو اصلا. بس كنت بعدل بس الالف اهي بالشكل ده كده. زي ما انتوا شايفين كده. بحاول بقى املى كل الفراغات اللي عندي عشان ما اسيبش حاجه فاضيه، عشان ما فيش حاجه تبقى يعني تبقى مش مظبوطه كده. تمام كده. انا كده يعتبر المفروض ان هي ايه، ان انا خلصت الشكل بتاعي. بس فاضل لي بس حاجات بسيطه، يعني مثلا هنا ايه النقط بقى بتاعت الكلمه، ممكن اخدها كده مثلا واحطها ايه بالايطان بالشكل ده. في هنا نقط كده مثلا، هنا كده مثلا، هنا كده مثلا بالشكل ده. تمام، وابدا بقى الزقها بالايه بالشمع بتاعي كده. طبعا انا بختار الالوان اللي انا عايزاها زي ما انا قلت لكم، هو الموضوع سهل خالص مش صعب. هو انت دايما دايما كده يعني ممكن نستصعب الموضوع في الاول،
لكن هو بسيط خالص. عفوا. اهو كده بالشكل ده. تمام. نقطة هنا كمان. طبعا ده الاطانة اللي انا دايما اشتغل عليه. في منه ذهبي برضو بس لسه يعني ايه ما جاش الوقت اللون الذهبي او ما جاتش صدفته. انا بشتغل معاكم باللي موجود الاول. اهو اهي بيلسع. تمام كده. طبعا انا بقى ايه لو انا عندي دباسة حائط هبدأ يعني هقلب ده كده اهو ده الشكل مثلا، واقوم جاي مدبسها ده في قلب الخشب من هنا، او بمسدس الشمع كده. يعني انا بقول لكم يعني ايه ده ابسط الامور. لو انا عندي دباسة هدبسها، ما عنديش دباسة هبدأ احط كده اهو الشمع كده اهوت. بس هبص ورا هنا عشان اشوف الرسمة كده مظبوطة ولا ايه. اهو كده. بس اضغط عليها جامد علشان تبقى ثابتة. وابدأ بقى اقلبها تاني وابدأ اشتغل عليها كده. انا برضه هدبسها بالدباسة علشان تبقى ثابتة اكتر برضه. اهو. بس هلزقها بقى، هلزقها جامد، هتك عليها جامد علشان ما تفكش مني. تمام. اهو كده بالشكل ده. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، وانا هوريكم فكرة تانية برضه عندي. شايفين دي فكرة تانية بآية قرآنية تانية اهي برضو. يا رب الفكرة تكون عجبتكم. طبعا اتمنى انتوا تشاركوا الفيديو بتاعي على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتكم. الناس الجديدة تعمل اشتراك، وشكرا ليكم.